يعني انت لما تطلع كمدير في حتة من حياتك معينة دي اوف ليميتس تماما ما ينفعش اتكلم عليها ابدا وهتفاداها عشان افضل البيرسونال براند بتاعتي محمود المدير؟ مش بالشكل ده، يعني انا ما جيتش قلت ده اللي مش هنركز عليه، هي بالعكس. اول ما بداتها كان الهدف ايه؟ انا عايز اجيف باك، عايز اساعد الناس، فانا هساعد الناس في الحاجات اللي انا شايف ان انا بفهم فيها وان انا شاطر فيها. فحطيت الفريم بتاع احنا هنركز على الحته بتاعه الورك لايف والحاجات اللي بتساعد على ادائك في الشغل، والحته دي كلها بناء عليه الحته الشخصيه والحته العائليه خرجت بره السياق. لا مراتي ولا اولادي بيحبوا قوي ان هم يبقوا على السوشيال ميديا، فدي يمكن من الحاجات اللي انا عملتها كرول، بس بعد الوقت هم احترموا هذه الرول، قالوا لي احنا ما كناش عايزين نطلع، فكويس ان احنا ايه يعني ما وصلناش لحته انا عايزكم تطلعوا هم بيقولوا لا مش عايزين نطلع. مين بقى بجد المدير في البيت؟ المدير في البيت لا هو عمره. هنفكر في ايه؟ لا هو انا ومروه عندنا بالانس حلو، ان احنا الاتنين شخصياتنا مختلفه، عندنا نفس القيم بالظبط، لكن لما تيجي على كل واحد فينا بيعرف يعمل ايه فاحنا مختلفين في السكيلز في الطريقه. هي مروه بصراحه اللي هي مع الولاد في الدي تو دي لايف هي بتشتغل وناجحه جدا في شغلها، بس هي مثلا هي اللي بتركز قوي مع الولاد في الحاجات الديتيلز اللي ليها علاقه بيهم قوي. انا شويه بصراحه بلعب دور الصديق مع الولاد، لكن طبعا في الاخر انا بحس ان البيت يعني هو الست، يعني احنا صعب قوي بقى نقول البيت هو الراجل. يعني مروه لعبت دور كبير قوي في شخصيتي. مروه من اكبر السبورت سيستمز ليا، يعني انا بقول لها ان في جزء من جرأتي وفي جزء من قوتي جاي منك. احساسي ان هي معايا، احساسي ان هي في ظهري، بس انا الاحساس ده بالنسبه لي هو اللي بيديني القوه.